زي ما احنا متعودين ان احنا كل اللي عايز يبعت لنا الصورة بيبعت لنا صور اطفاله او صور المناسبات اللي عنده على الرقم اللي بيظهر عندنا على الشاشة على الواتس. في عندنا كريمة الأستاذ علاء عباس، ألف مبروك للزواج على الأستاذ المحاسب محمد عبد اللطيف. الأستاذ علاء عباس، ألف 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 مبروك لبنت حضرتك، وإن شاء الله ربنا يا رب يبارك لها ويرزقها بالذرية الصالحة. لكل أصدقائنا اللي عايز يبعت لنا المناسبات بتاعتهم يبعتها لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة. والصور الأطفال ما تنسوش، أطفالنا احنا بنحب نشوف صورهم، بيحبوا يشاركوا معانا دايما. هنرجع تاني للفقرة التانية وهنتكلم على ثقافة الاعتذار. ازاي ممكن تقدر تعتذر، ومين بيعتذر، ومين عنده قابلية للاعتذار، الرجل أم المرأة، آدم أم حواء، ومين أكثر عصبية، آدم أم حواء، الرجل أم المرأة. هرجع تاني، طبعا أنا لوحدي مظلوم، معايا عبير وعبير فأكيد رأيهم معرفش هيبقوا معايا أو هيبقوا مخالف. هنتفرج وهنشوف. هنقول النهارده أهلا يا عبير. أهلا يا محمد، بداية أيوه مرة. عبير، أنا هقول لك على حاجة. طالما أنت أيوة. طبعا احنا بنقول اهلا لان احنا خلاص التعصب الرياضي خلص، فدخلنا خدنا التعصب نفس. الزوجين. لا أنا يعني هقول لك على حاجة يا قولي. محمد. هقول لك الاعتراف الأول، إحنا نقول إن إزاي هو يعتذر أو إن هو يقول أنا آسف. طب ما تيجي الأول قبل الراجل- ما نخش على الاعتذار نخش على مين أكثر عصبية. لا مش شرط، لا مش ما هقدر هو أحكمها. هنقول ليه، الست هنقول ليه، لأن اللي بيتعصب أكتر هو اللي بيغلط أكتر، هو اللي بيعتذر أكتر. وممكن اللي بيتعصب أكتر بيغلطك أكتر. يبقى أنت ما هو من خليك عصبيتك ممكن إن هو يغلطك. ماشي. عبير، اللي بيتعصب أكتر بيغلط أكتر بيعتذر أكتر، صح الكلام؟ قول تاني. اللي بيتعصب أكتر بيغلط أكتر فبيعتذر أكتر. ممكن يغلط أكتر وممكن ما يعتذرش، يبقى دماغه ناشفة. اللي بيتعصب اساسا خلينا نقول اللي هو بيبقى يعني عليه ضغوط. هنسميها حساس شويه. ماشي، حساس شوية. لا ما انا ما اقدرش اقول حساس، معلش مع اعتذاري ليك يا ابي. مش معنى ان انا ما بتعصبش يبقى انا بارده وما عنديش لا لا يعني مش شفتوا يا جماعه؟ لا أصل أنا العصبيه اهي، دلوقتي يبقى عرفنا مين اكثر عصبيه. لا انا عصبيه جدا على طيب، فكره. يبقى حواء. لا انا هادي لا، اهو. لا، ماشي. لا انا بس اديني فرصه ان انا يعني لو انا خدت العباره من اول كلمه يبقى كده انا ممكن اتظلم في الكلام بتاعي، انما لما تستنيني اكمل بقيه عبارتي هتعرف ان انا قصدي ايه، فساعتها انقضيني او قولي تمام صح. تمام. انا ما اقصدش ان اللي ما بيتعصبش، يعني اللي هو اللي بيتعصب بيبقى حساس واللي ما بيتعصبش يبقى مش حساس، لا طبعا استحاله، لان الراجل عنده احساس والانثى عندها احساس، شيء مفروغ منه، لان ربنا خلقنا ان احنا يبقى عندنا احساس، طبيعه الانسان كده. وانما انا اقصد كلمه عنده احساس في ايه، في التعصب، ان زي ما محمد للاسف هكون معاك المره دي امينه دي حقيقه، ان اعتقد ان الست فعلا ممكن تكون بتتعصب اكتر من الراجل لعده اسباب. الراجل هو بيبقى في شغله او الكلام دوت، فهنا اللي ممكن يعصبه الشغل او الماديات، اما احنا عارفين ان البيت طول النهار انت في ضغوط ما بين الاولاد، ما بين الاكل، ما بين الشرب، وفي معظم الاحيان كمان في بعض بيشتغلوا، فبيبقى في ضغوط كتيره جدا على المراه، بالتالي بيبقى عندها ضغوط عصبيه، فغصب عنها ممكن تلاقيها بتتعصب ولا ايه؟ لا قولي. ماشي. انا بسمعك. ماشي انا ساكت. ماشي انا معاكي ان هي عليها ضغوطات كتيره، بس مين اللي بيبدا في الصلح؟ مين اللي بيضغط على نفسه علشان يعدي المركب زي ما بنقول؟ هو انت بتقولي الراجل بيبقى عنده ضغوطات ماشي. كم ضغط كتير. لا ورغم كده ماشي انا هقول لك كملي كلام. انت بتعدي دلوقتي بتقولي ان هي بتشتغل، بتقولي ان هي عندها الولاد الطبيخ الكلام، ورغم كده ما بلاقيش ست بتتنرفز الا مثلا ايه نادر قوي، او بتتنرفز وجوزها مش موجود. هو بقى بيعمل حدود لكده، هو بيطيح. بصي هو انا ليه؟ علشان عنده حاجتين، ان انا بره متعصب ومضغوط على الشغل. هو في حاجه هنا احنا بنتكلم فيها، انا فرحان فيكم فكملوا. طبعا عشان ما تشوفي هنا يا عبير زي ما انت عايزه، ماشي، بس هقول لك هنا مقصودي من كلامي هنا كلمه التعصب اللي انا اقصدها في الوقت الحالي، ان مين داخليا بيتعصب اكتر مش ظاهريا، لان ظاهريا هتلاقي الراجل هو اللي بيتعصب والست غصب عنها بتبقى مياله للكلام، لان مش هتقدر تتعصب على الراجل احتراما ليه. ماشي اوكي، اوكي، فظاهريا
الراجل اللي بيتعصب، انما يعني اعتقد داخليا الست عصبيه جدا فوق ما تتوقع. ماشي، اللي انا أكيد. فهمته من محمد ان هو بيتكلم على الظاهر؟ الخارج، على أعتقد لا. صح ولا لا لا؟ انا ما بتكلمش على الخارج ولا الداخل، انا بسمعكم عشان انا اقول في الآخر. طب خلي انت بالك هو دلوقتي بالسيد دخلتنا الشتيمة. في الاعتذار لا. احنا بنتكلم في الاعتذار الاول ولا لا، خلينا في التعصب؟ العصبيه الاول وبعدين نخش على ما الاعتذار. عشان يبقى اتعصبت تاني فتعتذر. يبقى تاني كده. احنا لسه ما اتفقناش مين اللي بيتعصب اكتر، لكن هو علشان نقول- الموقف يا محمد، لحظة. هنقول علشان الموقف نقول تاني عشان بقى ما يجيش نرجع على تاني الراجل ولا اجي على الست. نمشي الموقف نسيب الجزئيه دي وهنخش على الجزئيه الثانيه. يبقى اللي بيتعصب اكتر بيغلط اكتر لازم هيعتذر اكتر. طيب مش شرط يا محمد برضه، ما انا لسه مش ماشي، ما والله انا معترضه سبتكم على تتكلموا كلامك. ما انا سبتكم هقول لك على تتكلموا حاجه وادوني- دلوقتي مش شرط انا عايز اشرح الجزئيه دي. طب ماشي، ساكتة. ما انا هقولها لك وهسكت. طيب. شوف أنا ساكتة عبير عشان- مؤدبه أنا ماشي. ساكتة. انت عارف ان أنا انا بسمع بنكشك للآخر. دايما. دلوقتي مش شرط ان انا بتعصب او مش شرط ان انا بغلط يبقى انا اعتذر. تاني انا لسه ما كنتش كلام كلامي. يبقى اللي بيتعصب اكتر بيغلط اكتر يجب انه يعتذر اكتر. لكن لما يبقى انت بتتعصب اكتر وبتغلط اكتر وما تعتذرش، كارثه. يبقى الحياه من هنا هيبتدي يحصل مشاكل كبيره جدا في حياتنا، لانك بتغلط وبتتعصب، نتيجه عصبيتك بتفقد اعصابك، تصرفاتك بتبقى خاطئه، كلماتك بتبقى متسرعه، قراراتك بتبقى ينقصها الصواب. فده هيدل ان يبقى فيه مشكله. علشان ترجع بسرعه وتصلح المشكله دي يجب ان انت تعتذر. طب لو انا دماغي ناشفه، دماغي صعب ان انا اعتذر، مش قادر اعتذر، ما عنديش ثقافه الاعتذار، ما هو عنديش الراجل ثقافه الشرقي اصلا الاعتذار. كده يا محمد. طالما ما عنديش ثقافه الاعتذار، النهارده عبير هتقول لك ازاي يبقى عندك ثقافه الاعتذار، ايا كان لحواء او ادم. هيقولوا لنا النهارده نقاط رئيسيه ازاي تقدر تدرب نفسك ويبقى عندك حلول سريعه لكل المشاكل اللي بتواجهها. لان مشكلتك ان انت تبقى متسرع في قراراتك، نتيجه عصبيتك هتصدر منك كل تصرفاتك خاطئه. نقول بقى بسرعه ايه النقاط الاساسيه اللي ممكن أنا ترجعنا مش او لازم نعملها علشان نعتذر. انا اولا انا مش عارفه انا بتكلم في ايه، ان انا صعب يعني انا بقول للراجل انا مش عايز مثلا اشرح لسبب واحد، احنا عندنا وقت قليل جدا، فعايزين نقول نقاط اساسيه لكل ان شخص. انا اعترف بغلطي. اول حاجه يبقى ان انا لازم اعترف الاعتراف بالغلط. بالخطأ. معنى ان انت اعترفت بخطأك يبقى اكيد الشخص اللي قدامك هيحس ده. النقطة الثانية يا وزير. النقطة الثانية يا محمد دلوقتي هي انت مش زنقني نقط. في طيب. نقط. هي مش اه نقط. انا بقول لك انت خليني زنقني في أقول نقط. حاجة صغيرة انا مش وبعدين نقط، نقول انا نقط. هقول او شعارات. انا عايز مش اقول عايزه اقول مش شعارات شعار، عشان ما انا حدش بقول هيسمع كلام الشعارات او ساعه النرفزه او ساعه كويس. الغلط. انا مش هطبطب على حد اقول له اعمل كذا وما تعملش تاني كذا. ثقافة الاعتذار اللي يجب ان انا ادرب. لازم من جوايا. كويس. يبقى اول حاجة اعترف بان انا خطأ خطأ. او انا في التصرف ده غلطت. 2 ما هطلعش مبررات لخطئي، لان انا غلطت ورايح استأذن الشخص اللي انا هعتذر له ما طلعش في مبررات حاجة عشان ممكن ما عادش اوعد تاني. اسمح لي بس اوعده في كمان حاجة. ان انا ما تكررش تمام. الخطأ ده. غير تمام. كده في حاجة بس صغيرة لازم نقولها عشان قبل ما أعتذر أو أتعصب في جزء لازم أفهمه. إمتى أنا بتعصب أو إمتى أنا بعتذر؟ ليه كده وليه كده؟ أنا لازم أعترف إن إحنا بقينا في عصر أولاً الست مكان انتوا لسه انتوا الراجل الاتنين والراجل قايلين في كلام بعض الأحيان تاني. بيبقى انتوا مكان لسه قايلين المرأة. كلام كويس ان في الاخر في مشكله، في مشكله حصلت، خلاص عدينا المشكله. انا بتكلم بقى مش عايز اطلع مبررات، انا بتكلم على ثقافه الاعتذار. ازاي اقدر ان انا اوصل اللي قدامي واعيد المجاريه. بالنسبة بنقول نقاط لل- اساسيه. واحد ان انت تعترف بايه؟ بالخطأ. بس بالخطأ. ممكن اعترف مش عن طريق الكلام نفسه، ممكن اعترف ان انا اجي مثلا اتكلم اعيد صيغه الكلام صح، تاني صح. بطريقه ماشي، ما قلتش ما لا. من ممكن غير أعمل ما تصرف. اعتذر. ممكن اتنين أعمل يبقى تصرف. تصرفاتي تبين ان انا ممكن بعتذر. ما اقولش طبعاً. كده كويس. اسف. الحاجه الثانيه ناس ما بتعتذر. عادش نفس الخطا ما مره كررش. اخرى، ما كررش نفس الخطا مره واقبل اخرى. رد فعل اللي قدامي. حلو. أنا هو غلطت. ده بقى المهم يا عبير. ان انا لما اجي اعتذر لك مهما يكون رد فعلك مش قابله في الاول، احاول ان انا ارضيك لان انا ألح فعلا غلطت لغايه ما فيك. تصالح. والتصرفات الاخيره تصرفاتنا لازم تدل على ده. بس يا جماعه مع صعب احترامي ليك جداً، يا محمد صعب جدا. لازم نحط نقطه هنا، ان مش معنى ان انا باجي اعتذر او باجي اتاسف بطريقه او باخر لازم اللي قدامي يقبل ده. في كتير ممكن ما يتقبلش لان هو أنا ممكن بعتذر- يكون اكبر من لا الاعتذار. هو انا صح، بعتذر صح. لمين؟ في حاجات ما انا تقدرش بعتذر تغفلها. لمين الاول؟ للطرف اللي انت غلطت فيه. بحبه ولا مش بحبه؟ بحب هي طبعاً. دي بقى يعني انا النقطة. رايح له علشان اعتذر له عشان بحبه. ماشي، ما انا لو ما بس كنتش ممكن بحبه يكون مش هعتذر له. يعني ممكن يكون تصرفك اكبر من الكلمه اللي انت هتقولها. يبقى انت تحاول ان انت تعتذر له برضه على قد تحاول تعتذر له يبقى وتفضل هنا تحاول تعتذر هنقول له. نتيجة
مقدار المحبه هي مقدار الاعتذار. هاي يبقى نفضل نقدر على طول، لازم طالما غلطت في حد وحاسس ان انت غلطت، ومش عايزه اخسرك، اهم نقطه في كل اللي بنقوله ان انت تشعر من داخلك انك لا، بتحب عشان إنك وتتحمل أخطأت. تعتذر. المسؤوليه انك كمان. اخطات، يعني طالما انك انت فعلا غلطت، غلطت اتحمل المسؤوليه غلط، غلطتك. تمام. لازم نعترف بده. احنا معانا في كل حلقه مجموعه من الاسئله ومجموعه من الجوائز. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعلن اسامي كتير من الفايزين. النهارده معانا مجموعه من الاسئله. اول سؤال لشركه اطلاله. عبير هتقوله. إطلالة للدعاية والإعلان، اختصاصاتها تدريب وتصميم لوجهات الشركات وإنتاج وتصوير الإعلانات. وسؤالها هو: ما هو اللون الخاص بشركة إطلالة؟ ما لون اللوجو الخاص لشركه شركة اطلاله؟ إطلالة. والجايزة واحنا موجودين في اثناء الحلقه. اللوجو بتاع شركه اطلاله بيظهر معانا. ما هو لون لوجو شركه اطلاله؟ الجايزه 250 كل حلقة. ابعتوا لنا على طول على الواتس اللي بيظهر معاكم على الشاشه. عبير. عندي شركة الفراعنة للاستيراد والتصدير. بيقول ايه هو عنوان شركة الفراعنة؟ تمام. والجايزة 250 في الأسبوع. جنيه. مطعم قرية بدوية الأسبوع اللي فات اللي عملوا لنا أكل رائع وعملوا كانت لنا حلقة حلقة حلوة جدا. جدا. كانت جميلة. وعبير ناقصاكي خلصت يا عبير. كل الأكل. وعبير ما أكلتش حاجة خالص. السؤال بيقول يا عبير. أكلوا البتة كلها يا جماعة. والله ما زعلانة. اكلتها. لا. انتوا عارفين العنوان ايه تمام. بتاع فانا مش قرية عايز اقول بدوية؟ عبير لانكم شفتوا الحلقه وعارفين أيوة. مين العبير اللي فيهم. أيوه هي اللي خلصت أنا الأكل. ما أكلت. يلا هي عبير. اللي خلصت. عندي اللي هي قرية بدوية. السؤال بيقول ايه هو عنوان قرية بدوية؟ وبيقدم لنا دعوة لفردين على العشاء او الغداء. تمام. عندي تاني موقع inmaster.com بيقدم 3 عروض للشباب المقبلين للزواج. فياريت ندخل ونشوف كده ايه هي العروض دي ونستفاد منها. السؤال بيقول ايه بقى؟ ايه هو شعار موقع inmaster.com؟ موقع egybooking.com بيقدم لنا عروض للسفر إلى أسوان وعروض للسياحة الداخلية في مصر. عروض هايلة جدا. يا ريت كلنا نخش الموقع ونشترك. والأسعار هنشوفها الأسبوع الجاي إن شاء الله، لأن هيبقى معانا لقاء مع الدكتورة داليا أبو المجد وهتقول لنا العروض الجميلة. وانتظروا الأسبوع الجاي كمان جوائز سياحية، رحلات هيسمعونا أو هيشوفونا الحلقة اللي جاية. فحلقاتنا كلها زي ما انتم عارفين ان احنا مش بنحاول بس ان احنا نتكلم في حاجات مهمة، بنحاول ان احنا نسعد جمهورنا بان احنا نشاركهم في مسابقاتنا وجوائزنا علشان نبقى متواصلين معاكم على طول. نرجع تاني. عبير شكلك عايزة تقولي حاجة فقوليها عشان ما تبقيش متضايقة. انا ما اتضايقش ابدا بوجودكم معايا طبعا وبوجود جمهوري. لا ابدا، هو بس كل ما في الامر ان فعلا عشان يبقى معانا شباب واطفال يكبروا يبقوا امهات وابهات كويسين، لازم تعصب. لا، لازم ما نبداش نقول هنعتذر ونحس ان الحاجه دي سهله. قبل ما يبقى جوانا الاعتذار لازم يكون جوانا عدم الخطا. عبير. هقولك يا محمد ان الاعتذار بالنسبه لاي بني ادم بيبقى صعب قوي، بس لما يحس ان اللي قدامه بيعزه قوي او ان هو هيخسره، هيضطر ان هو فعلا يعتذر. انا عايز اقول كلمة. لو انت اخطأت في زوجتك امام اولادك، يجب ان الاعتذار يكون امام اولادك. لو انت اخطأت في زميل ليك امام زمايلك، فيبقى يجب ان الاعتذار يجب امام زمايلك. يعني ما ينفعش ان انت تغلط فيه. في العام دايما بنقول النصيحة في العالم فضيحة، حتى النصيحة. فيجب ان انت تصالحه وتعتذر له. في حياتنا ما بنلاقيش ناس كتير بتحبنا او بنحبهم. في حياتنا يجب ان احنا نحافظ على الناس الحقيقيين اللي موجودين، لان في الفترة دي انتشر ناس مش حقيقيين مزيفين بيعرفوك للمصلحة. لكن الناس اللي بيحبوك بجد هم دول اللي لازم تعتذر لهم، ولازم يكونوا جنبك، ولازم تكون بجانبهم. لان فعلا فعلا احنا محتاجين في الوقت ده لمصر ان احنا كلنا نحب بعض قوي ونعتذر لبعض لو غلطنا. انا بشكركم بجد. الحلقة النهاردة والوقت جري معاكم بسرعة. كنت معاكم محمد هاشم وعبير زياد وعبير
زهيري. زهيري. كنت عايز كل واحده فيكم تقول اسمها بس انتوا ما خلتنيش اقول. طب تاني عبير. زياد. عبير زهيري. اصدقائي انتظرونا الحلقه الجايه قبل الميعاد ده بساعه، ودايما ببقى مبسوط ان انتوا موجودين، ببقى موجود معاكم وانا وعبير، وبشكر كل فريق العمل اللي موجودين معانا، بشكركم، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع اللي جاي. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.